إذن النبي جميل يغالي في حق، حتى لا يغالي أي شخص في حق أمير المؤمنين. لماذا؟ لأن النبي حين قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يعني المنازل التي لموسى مع أخي هارون ثبتت لأمير المؤمنين إلا النبوة. هل افتهمت؟ يعني كل المنازل ثابتة لأمير المؤمنين، أشركوا في أمري يجد به أزري وزير، كل هذه المنازل ثبتت لأمير المؤمنين إلا النبوة لم تثبت. لم تثبت. لا بس لحظة أخونا المنصور، لحظة يا بالمنصور اعطينا مجال. لحظة المنصور أعطيني أثبت معه، أنا راح أقبل. أنت تقبل؟ أقسمت العلماء اكتم شوية. سيدنا موسى طلب من الله أن يكون أخوه له وزير، لكن الرسول لم يطلب من الله أن يكون له وزير. طلب الرسول في حديث أسماء طلب. لا ماكو لا ماكو. موجود الحديث في كتبك وكتبنا بالطرفين. جاء لهارون لعلي بن أبي طالب. أجبني يا رجل. لا المنزلة فقط. أجبني يا رجل. أمين المؤمن رسول الله حين قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وثم قال استثنى النبوة، يعني كل المنازل ثبتت في حق أمين المؤمنين إلا النبوة. جاء لهارون لعلي بن أبي طالب كل المناقب، مو صح؟ نعم مو صحيح. المنازل التي في كتاب الله ثبتت لأمير المؤمنين. يلا خلينا نجي منزل الآن هارون كان أفصح لسانا. ما له علاقة يا رجل؟ هل أنت تفهم اللغة العربية أم لا تفهم؟ ما له علاقة فصاحة اللسان بالمنازل. النبي يتكلم عن المنزلة وليست فصاحة اللسان. شنو دخل اللسان بالمنازل التي في كتاب الله؟ من موسى تقبل انه علي كان افصح لسانا من النبي؟ يا رجل افهم اللغة العربية، افهم. انت انا اعلم انك تفهم، ولكن لا تريد ان تفهم، لا تريد من الناس ان يفهموا. المنزلة شيء وفصاحة اللسان شيء اخر. لا تهرب من السؤال، جاوبني، قل اقبل ولا ما أقبل. يا رجل افهم اللغة العربية. فصاحة اللسان تتعلق بالشخص، الشخص عنده فصاحة ما عنده فصاحة، هذه تتعلق بالشخص. أما المنزلة فهي ربانية، نفس المنزلة التي في عند هارون يا أخي موسى ثبتت لأمير المؤمنين إلا النبوة. أما فصاحة اللسان هذه تخص الشخص. علي بن أبي طالب. لحظة أبو ذي الفقار أو أبو أديب، أبو بكر كان أمي ولا يكتب ويقرأ؟ أنت قلت أبو بكر كان أميا أم يقرأ ويكتب؟ تتراجع عن هذا الكلام. لا الآن أبو بكر كان أميا أو يقرأ ويكتب؟ لحظة، لا ما غير السؤال. لا هو هذا نفس السؤال. النبي كان أمي ما يقرأ ويكتب، أبو بكر أفضل ولا النبي أفضل؟ النبي هذا عليه مع نبوته انه امي. لا النبي ماتك امي ما يعرف يقرا ويكتب، وابو بكر يقرا ويكتب، وعمر يقرا ويكتب، ايهما افضل؟ امي يا عزيزي، هاي علامه على النبوه، هاي ميزه للنبي عليه الصلاه والسلام انه ليس يعني ميزه امي وميزه لموسى انه يكون هكذا لسانه. يلا خلاص انتهينا، كمل ذو الفقار. نعم دقيقة يا أبو أديب دقيقة. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي. دقيقة يا أبو أديب دقيقة. قال تعالى دقيقة، يقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، هذا يتعلق بشخصه. واحلل عقدة من لساني يتعلق بشخصه موسى، يفقه قولي يتعلق بشخصه. واجعل لي وزيرا من أهلي. الآن بدأت المنزلة. هارون أخي أشدد به أزري، المنزلة، وأشركه في أمري، المنزلة. هل أنت تفهم أم لا تفهم؟ فصاحة اللسان تتعلق بالشخص، ليست لها علاقة بالمنزلة. تفضل. أحسنت. أنت قلت كل ما مناقب هارون هي مناقب لعلي، مو صح؟ المنزلة، أنا أتكلم عن المنزلة. يعني أشياء غير أشياء. أخي المنزلة يا رجل. قال رسول الله يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ما هي منازله؟ قرأناها قبل بتو. ما تقبل. أنت حطيت أنه هو خليفته من بعده وهو شريكه بالنبوة. نعم خليفته من بعده. نعم قالها رسول الله أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنك لست نبيا، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي. قالها رسول الله. وهذا نحن نقوله يا عزيزي. لما خلفه على المدينة هو قصار من بعد النبي
من بعد النبي لما كان بالمدينة فقط وليس على طول الزمان. يا عزيزي ايش بيك؟ يا رجل النبي يقول من بعد، تقول فقط في المدينة؟ كما ترك هارون لما ذهب لميقات. جميل. دقيقة. إذن النبي حين يخرج من المدينة يجب أن يترك خليفة من بعده. جميل. فهل يعقل يا عباد الله أن النبي يرحل من هذه الدنيا ويترك المدينة بدون خليفة؟ تفضل. مو جبنا لك الرواية الآن قال يلي الخلافة من بعدي أبو بكر ثم هذا عند الشيعة. عندكم أنتم ماذا تفعلون حين النبي في كتبكم في كل غزوة وفي كل مخرج يخرج من المدينة يجب أن يترك خليفة في المدينة؟ فكيف لنبي السنة في كتب السنة يخرج من المدينة ويرحل من هذه الدنيا، يستشهد ويموت ويرحل ولا يترك خليفة في المدينة؟ جعفر الصادق يقول أخبره الله أنه يلي الخلافة. يا رجل لا تتركنا من كتب الشيعة. أنت الآن في كتبك هل النبي دائما حين كان يخرج من المدينة كان يترك خليفة، فكيف يرحل من هذه الدنيا ولا يترك خليفة؟ يعني كتب الشيعة ليس لها قيمة؟ ليس لها قيمة عندك أنت ليس لك عندك قيمة. أنت تحاججني بكتب الشيعة، أنا أحاججك بكتبك. في الحديث جاء عندك. أنتم تقولون أن النبي حين قال في كل مؤمن من بعدي يعني فقط حين خرج من المدينة. جميل. فهل النبي حين رحل من هذه الدنيا هل يعقل أن يترك المدينة بدون خليفة؟ نعم يا عزيزي اسمع. خليفة بعدي لما خلفه على المدينة فقط وليس. جميل. أنا أتنزل معك يا رجل. أنت افهم الكلام. أنا أقول لك النبي حين يخرج دائما يترك خليفة، فكيف يعقل أن النبي يرحل من هذه الدنيا ولا يترك خليفة؟ خلصت موسى يا المنصور مو انا نزلتك، تريد انزلك مره ثانيه لما نقدمك. يا منصور انت سمتك سمت العلماء، اكتم المايك الى ان يكمل استاذك ابو اديب. موسى اما تسمع كلام يعني الا انزلك انت الا بالتنزيل يعني. لحظه اخونا المنصور، هذا انا اتعب لك مجال. رجل مجنون يا كريم، رجل مجنون يعني ما له. لا رجل عالم العلماء يا مجنون يا شيخنا. هذا عالم، هذا يدفع له معاش ليخطب في الجامع. لحظة موسى خلف هارون على كل بني إسرائيل، على كل بني إسرائيل. ردها يا سمت العلماء. لا كان هو كم وين كانوا بني إسرائيل؟ كانوا كلهم عبر البحر صح ولا لا؟ خلفه على أهله. أدري بني إسرائيل كم كان عددهم؟ كلهم كانوا بعد البحر، يعني ما كان عندهم دولة أصلا، بالصحراء. كانوا بالصحراء واقفين. خلف على أهله. فرق بين موسى، فرق بين هارون وبين سيدنا علي بن أبي طالب. يعني أنت تكذب النبي. أنت تكذب النبي الآن. النبي يقول خليفتي من بعدي. لحظة، من بعد شنو؟ الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وليس علي فقط. يعني النبي ما يخرج الناس من الظلمات صح؟ لأن فقط الله. لا تلف. لحظة الله ولي الذين آمنوا، وين الرسول؟ وين الرسول بالآية؟ لحظة يا سمت العلماء. لحظة الله يلحظك إن شاء الله. انتظر دورك، خلي أبو أديب يكمل. يلا. خرجت الرسول من إخراج الناس من الظلمات إلى النور. يا إله إلا الله. انت الشيعة يتكلمون بدون اي فائده. خلينا نتكلم. وين الرسول في الايه الله ولي الذين امنوا؟ وينه؟ ايش؟ انت مو قلت الله ولي الذين امنوا يخرجوا من الظلمات؟ وين الرسول؟ الله ولي الذين امنوا هو من الرسول ما يخرج الناس من الظلمات الى النور. الله ولي الذين امنوا يعني الرسول ما هو انما وليكم الله والرسول والذين امنوا. هذا الله اشرك الرسول والامام علي. خلاص الرسول ما هو مؤمن. ها خليك ساكت بس. شنو؟ هنا يا ابو كريم هذا يضيع الوقت والله. خلينا معك. يلا ابو اديب كمل وياك، خلي بعدين نصعد المنصور. المنصور اطلب قست. تفضل ابو اديب. تفضل يا ابو يعني الفقار. نعم. هل النبي عندكم دائما حين كان يخرج كان يترك خليفة في المدينة، فكيف يعقل أن رسول الله يرحل من هذه الدنيا ولا يترك خليفة؟ تفضل. نعم أحسن. النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك يعرف شلون راح تكون الأمة من بعده. أول شيء وأمرهم شورى بينهم، وحط
علامات من يكون الخلافة. وأول علامة لما ترك الناس قال أؤمروا أبا بكر فليصلي في الناس، فكان هو الخليفة من بعده. ليش؟ لأني حطوا إمام للناس. لذلك يعني النبي عندكم يترك علامات، ولكن حين كان حيا لا يترك علامات. يقول له تعالى يا هذا أنت خليفتي في هذه المدينة، السلام عليكم. يأتي أسبوع شهر غزوة، هناك غزوة، تعالى يا علي أنت الخليفة، يبقى في المدينة مع السلامة. أعطني غزوة أخرى، تعالى يا معاذ أنت الخليفة. يعين رسول الله في حياته، ولكن حين يرحل علامات يأمهم في الصلاة. لماذا لم يقل له تعالى يا فلان أنت الخليفة بعد رحيلي؟ مع السلامة. شبيك عمي؟ كيف نبيكم يرحل من هذه الدنيا ولا يترك خليفة، وفي حياته يترك خليفة؟ إمامة الناس، من كان يؤم الناس بصلاة؟ يا رجل أنا أريد من رسول الله في كتبكم أن يقول هذا خليفتي من بعدي عندما أرحل من هذه الدنيا، لأنه في كل مرة يخرج من المدينة يترك خليفة، يخاف على المنافقين. فكيف رسول الله هو يعلم أن في أصحابه 12 منافقا، وقال حذيفة أنهم حرب لله ورسوله إلى يوم القيامة، وهم الآن أبو بكر وعمر. فكيف رسول الله يعلم أن في أصحابه 12 منافقين وهم أخطر المنافقين يرحل من هذه الدنيا ولا يعين عليهم خليفة، وفي حياته كان يترك خليفة حينما يخرج إلى الغزوات؟ تفضل أجيب. طيب لما رسول الله في مرضه الشديد من أمر الناس أن يصلوا بالناس؟ لماذا لا تأمر علي أن يصلي؟ لا ليس على الصلاة. عندي كذلك دليل، عندي دليل ثاني بأن علي بن أبي طالب في كتبه هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الإمام الشافعي ورواية بسند صحيح. لا أبو بكر لم يصلي بالناس، كذبت. أتحداك تجيب لي أنه أبو بكر صلى بالناس. النبي كان يصلي بالصلاة. يلا في مسلم، ليش تكذبون؟ اتحداك تجيب لي انه ابو بكر كان يصلي بالناس. اتحداك من صحيح مسلم تجيب لي ابو بكر صلى بالناس. اتحداك. قال يا ابا الله والناس اجمعين. لا انت قلت انه ابو بكر صلى بالناس. جيب لي روايه المسلم انه ابو بكر صلى. النبي كان يصلي بالمسلمين وابو بكر كان يقول الله اكبر، يسمعهم التكبير. ليش تكذبون على الناس؟ مين كذب على الناس؟ انت قاعد تكذب. يقول ابو بكر صلى بنا. وين روايه مسلم تقول النبي كان يصلي وابو بكر يسمعهم التكبير؟ شلون؟ انت عمرك ما قارئ الروايه، فقط سامعها من شيوخك. طلع ابو الفقار، عندك الروايه لو طلعها. يلا اي روايه؟ ابو بكر صلى بالناس في مسلم. امروا ابا بكر ان يصلي في الناس. تفضل. هاي الرواية في مسلم. اسمع الرواية في مسلم. قال مسلم، اسمع، قال إن طبعا إن كنا صواحبات يوسف لما قال أمر أبو بكر إلى أن قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وآله من نفسه خفة فقام يهادي بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. قالت فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر فأومأ إليه رسول الله، قال أومأ إليه هكذا، أومأ إليه قم مكانك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. قالت فكان رسول الله يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وآله يقتدي الناس بصلاة أبي بكر. بعدها يقول وبهذا الإسناد ونحوه لما مرض رسول الله مرضه الذي توفي فيه وحديث ابن مسهر فأتي برسول الله صلى الله عليه وآله حتى أجلس إلى جنبه وكان النبي صلى الله عليه وآله يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير. هذا الحديث في مسلم. يلا أحسن. وين كان يصلي بالناس؟ من اللي كان الإمام؟ كان النبي ولا أبو بكر الإمام؟ لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام من كان إمام الناس؟ ما كان الإمام. جاوب يلا جاوب. طيب أبو بكر كان يصلي من غير إذن النبي. إحنا عندنا. يلا شلون من غير إذن؟ لماذا العباس لم يصلي مع أبو بكر وياهم؟ لماذا العباس والإمام علي لم يصلي معهم؟ يلا مو صلاة جماعة؟ هي مو صلاة جماعة؟ لماذا لم يخرج العباس والإمام علي والنبي يصلي معهم؟ وين واعطيني بالرواية انه ما كان موجود العباس. هذا يقول لك يهادى بين رجلين ورجلات تخطان. عائشة قالت العباس والإمام علي.
اذا لماذا لم يصلوا مع ابي بكر؟ ابو كريم انا دا اعتذر من الجميع، صار عندنا هنا شويه يعني طارئ، فنلتقي غدا ان شاء الله. استودعكم الله جميعا والسلام عليكم. حياك الله حجي، حياك. حياكم الله.